لا ما تصورش علينا. يا عم ما تخافش يا عم، انت خايف يا عم كله بيصور. شغل الفيوم واداء الفيوم يفوق المنيا وبني سويف. سواء في الاحداث او المجهود اللي تلا الاحداث والاختيارات اليوميه فيه، وانا يمكن يوميه مع السيد المدير حاجه مشرفه واداء مشرف. حاجه عايز اقولها لك لا هننكفر ولا هنخاف. يا سعاده الرئيس والله العظيم عايزين مقارنه يا باشا المدام في مديريه انا اقامتي هنا فرجاء همشي ولا مع السيد المدير. لا هننكفر ولا هنخاف. اللي هيقرب ناحيتنا هنضربه في قلبه. شويه عشان تخوفه يجري في قلبه واضربه. ودي تعليمات صريحه. قولوا مساعد الوزير قال كده والسيد مدير الامن قال كده. اللي كان بيحصل قبل كده خلاص مش هيحصل تاني. ما تخافوش. اللي باكد عليه ضربتوا وبيحبوا بعض كظباط وامراء وافراد. احنا دلوقتي مستهدفين ومحدش هيقدر علينا. محدش هيقدر علينا. ان شاء الله محدش هيقدر علينا. لا مش هيتحقق الا لما نقول زي ما بقول الكلمه بتاعتي واحده وننسى الحاجات اللي كنا بنعملها كده. دلوقتي في اولويات، كل واحد فينا اولاده وزوجته وامه وابوه مستنيين يروح لهم اخر اليوم. ننسى الهيافات، الحاجات اللي كنا في مرحله قبل كده. في اولويات دلوقتي حياتنا، بندافع عن حياتنا. ننسى شويه لو حاجات تانيه قبل كده كنا مفيش مشكله، مش هنبطل نضارب عايزين وعلى مش هنبطل ومش عايزين، لكن في اولويات دلوقتي. حياتنا اهم من اي حاجه تانيه. وشدوا حيلكم وبقدم لكم الشكر مره تانيه، وادائكم مشرف. وانتم زي ما قلت لكم بكررها المره الثانيه والثالثه. الفيوم ادائها نمره واحد على مستوى منطقه شمال الصعيد. الشافعي بيه انا طبعا انا وهو مدرسه الامن العام ومدرسه المباحث. قلبنا ميت وقلبنا تقيل. واخدين بالكم؟ وياما عشنا ومدة مليون مره في معموليات في البلاد اللي بتسمعوا عنها ايه؟ حمرضوم انت بنشتغل هناك. بنشتغل فيكم ابن عارف. والبركو المنيا وبني سويف ايه؟ ناس طيبين وناس محترمين. الاجرام ابني. اسمعوا عن البلاد اللي بنشتغل في الدولة يرنوف والنص بوصه والاربجيهات عندهم من عشرات السنين. كنا ننزلوا نعم؟ لا ده قصص هناك. ورغم كده كنا ننزل نقتل. فيعني الخوف ما عندنا، قلبنا ميت. معاكم ناس محترمه، ناس محترمه انا شفناها اخواتكم ومعاكم، وربنا يكرمكم ان شاء الله ونسمع عنكم سمعكم.